السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ انا ندى احمد من قناة يوميات ندى احمد. لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير ليوميات ندى احمد. احنا النهاردة 5 رمضان. تعالوا نشوف كده هنعمل الفطار ايه النهاردة، وبتمنى الافطار يعجبكم، وبتمنى ان انا دايما اكون عند حسن ظنكم. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بالخير يا رب، اللهم امين. احنا هنا في البداية كده في طاسة على النار، حطيتها وسبتها تنشف. حطيت فيها معلقة صغيرة من الزيت، وهحط معلقة كويسة كده من السمنة البلدي. طبعا السمنة البلدي تتحط على أي حاجة، تتاكل كده من غير حاجة جنبها. يعني ريحة وطعم السمنة البلدي معروف ان هي جميلة، يعني في الحلويات في أي حاجة بتدي طعم حلو يعني. فهنستنى لما يسخنوا كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم في البداية كده بالشعرية اللي احنا هنعمل بيها الرز يعني. الغدا النهاردة عموما هيكون حاجة كويسة ومختلفة. زهقنا بقى من المحشي، زهقنا من المكرونة، زهقنا من الفراخ، من اللحمة، من البط. هنغير النهاردة نوعا ما. هنحط الشعرية زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي احمرها واحدة واحدة. هنا هدي النار، وبعدين اروح اغسل الرز عشان اول ما الشعرية تتحمر نحط الرز على طول. ربنا يجعل ايامكم كلها بركة، ويجعل ايامكم كلها هنا وسعادة يا رب، اللهم امين. ربنا يحققلك كل اللي بتتمنوا. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بقلب في الشعرية، وفي نفس الوقت بغسل في الرز. بعد لما غسلت الرز بنحط عليه الملح وبنظبط ميته طبعا. انت بتحطي القاد الطبيعي للرز، بتزودي شوية عشان الشعرية اللي انت بتحطيها يعني. كمان هنجيب حبيتين بطاطس، هنقشرهم كده ونعملهم صوابع صغيرة. كل ده هنعمله مع بعض دلوقتي يعني، ما تقلقوش. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وبتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما. آه، طبعا انا هديت على الشعرية شوية على ما اقشر البطاطس واخرطها وكده، يعني اعملها صوابع او طرنشات على حسب ما بتحب. اللي عاوزها طرنشات زي الشيبس كده يعملها، واللي حاببها صوابع يعملها. انا بحبها يعني صوابع كده. طبعا احنا هنقلب الشعرية هنا خلاص، وهنلاقيها تبتدي تاخد لون كده زي ما انتوا شايفين. يا بتمنى ان انا مطولش عليكم، والله بحاول اسرع في الفيديو على قد ما اقدر، بس حرفيا انا ما اقدرش اسرعه اكتر من كده. يعني لو سرعت اكتر من كده خلاص يعني يعتبر مش هعرف اقول فيه حاجة. يعني الفيديو طويل جدا، بحاول اسرع فيه على قد ما اقدر. واظن ده واضح قدامكم من الصورة يعني. شايفين الحبتين بس اللي قدامكم ده، انا اقشر 3 من نفس الحجم ده يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا رجعت الشعرية ورا، وهقشر البطاطس واحطها هنا في البولة دي. بس انا ما حطيتش الشعرية على الرز ليه؟ انا ثواني بس واحطها مستنية تهدى كده. انا هحطها وبعدين هولع على الرز على طول هنا على البوتاجاز. مش هحطه النهاردة على الكانون عشان هو الرز في الصيام يعني ايه. انا يعني كنت في اليوم ده تعبانة شوية، فمش هقدر اولع الكانون. حتى السمك مامتي قالت لو انا جيت بدري وكده، هي في مشوار، قالت لو انا جيت بدري هشويه. فتمام قوي يعني، يا رب هي تيجي بقى تلحقني قبل ما اشويه، بس ان شاء الله تيجي يعني تلحقني في اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده هننزل الشعرية، وفي نفس الطاسة اللي عملنا فيها الشعرية هننزل الشعرية كلها زي ما انتم شايفين كده، وهنحط فيها ايه شوية زيت، وهنقلي فيها البطاطس قدامكم دلوقتي براحتك خالص. طبعا انا بادئه الفيديو معاكم العصر او بعد العصر بنص ساعة، حوالي تقريبا كده الساعة 4. والسمك كان بيتشوي طالع من الفرن والمغرب بتأذن. يعني مفيش اكتر من كده، بس حرفيا يعني احنا دايما لو في سمك او حاجة احنا بنحب نأخره، عشان السمك لما بيكون سخن افضل حاجة يعني. بس لما يبرد ما تحسوش، او ما بناكلوش اصلا لما بيبرد يعني.
كمان صايمين وكده، فلازم ايه يكون الحاجة سخنة يعني. حطينا الطاسة على النار كده، وهنحط فيها شوية زيت ونستنى لما يسخن كويس جدا، وبعدين هننزل بالبطاطس وهنشوف احنا هنعمل ايه واحدة واحدة كده معاكم في الفيديو. وان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا يعني. انا واثقة من حبكم ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله نكون حاجة كويسة جدا بحبكم وبدعمكم ليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. بنحط حبة زيت كده وبنستنى لما يسخن كويس جدا، عشان إيه البطاطس تاخد على طول صدمة كده، ما تلزقش معاك في الصينية او في الطاسة اللي انت بتعملي فيها. طبعا الفيديو متصور بالنهار، وانا بعمل لكم المونتاج بتاعه بالليل، لان انا لما بعمل المونتاج بالنهار حرفيا بفصل يعني، بكون فاصلة خلقة فبفصل زيادة. زي ما انتوا شايفين كده الزيت هيبتدي يسخن وهننزل فيه بالبطاطس. انا مش بعلم حد، انا يدوب بشارككم يومي وبندردش شوية يعني، بشارككم تفاصيل يومي. طبعا انا بحط المفتاح ده عشان يظبط الطاسة، يعني بحسها الزيت رايح بجنب كده، فهو الكبير اصلا ما كانش ظابطها، فانا هشتغل واحط الصغير دلوقتي. طبعا محدش يركز في المعالق اللي معايا، لان انا بيروح وبيجي معايا يجي 500 معلقة في وسط الفيديو يعني. زي ما انتوا شايفين لان الزيت سخن كويس جدا، فالبطاطس بتنزل بصدمة يعني، تلاقيها تطلع بتقرمش، تلاقيها تطلع كويسة معاكي وبنتيجة كويسة. هننقل البطاطس في طبق كده، عشان احنا محتاجين البولة دلوقتي هنحط فيها حاجة. هنحط فيها حبة فلفل برنجان من اللي هو الطويل ده، هنعملهم جنبهم يعني اي حاجة موجودة بقى، هو الفيديو اقتصادي عموما يعني. هنقلب البطاطس تقلبتين كده، اول ما نحسها بتبتدي تحمر شوية، وبعدين هنشوف بقى هنكمل باقي الفيديو هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده ببتدي اقلبها، ما بنقلبهاش على لما نحس ان هي خدت لون دهبي من تحت، بنلاقيها مقرمشة معانا. طبعا ده السمك هنغسله وهوريلكوا دلوقتي. يا ريت يا حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسونيش في لايك وشير ليوميات ندى، فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السمك ده انا جايبه كيلو فيه ب50 جنيه، مش كبير قوي بس هو حلو يعني. ما احنا قلنا بنحاول نخلي اليوم اقتصادي على قد ما نقدر. هو اصلا ما يكون كده غالي على 50 جنيه يعني غالي طبعا. طبعا بنغسل السمك كويس واحدة واحدة كده، بنغسل دماغ السمك كويس جدا. ليه؟ في ناس بتاكل دماغ السمك، في ناس بترميه. احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل اللي علينا ونغسل السمكة كويس جدا بالخل والليمون. فيها زفارة، فيها اي حاجة، كل حاجة هتطلع منها. تعملي اللي عليكي بقى، واللي ياكل حاجة ياكل. عن نفسي طبعا مش باكل بس غير الظهر بتاع السمكة، والباقي ده انا برميه او بسيبه يعني عادي. بس طبعا كل واحد وراحته، فاحنا هنغسل السمك كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، ما نسيبش ولا سمكة غير لما نغسل دماغها تحت المية كويس جدا، ونشطفها. طبعا انا بلف فيها اكتر من مرة، حاسة فيها قشر سمك لسه. هنبتدي بقى ننزل بالسمك تاني فيها ونعصر عليه الليمون. طبعا انا بعصر عليه الليمون واسيبه على ما اعمل حاجة، وبعدين قبل ما يعني قبل ما اجي احطه في الفرن بقوم مشطفاه، بشطفه من الليمون اللي عليه يعني. مش عشان حاجة، عادي ممكن تحط على طول كده، بس ما بتشطف افضل يعني. هو خلاص بيكون اصلا خد من الليمون اللي معصور عليه، فانت بتشطفيه وبعدين بتحط عليه الردة وتدخليه الفرن بقى. انا هنا طبعا بقلب البطاطس، عشان اكيد يعني مش هنقف نعمل السمك كله في مكان واحد بقى.
عشان نطلع البطاطس، وبعدين نحط الفلفل البرنجان اللي معانا ده. طبعا البرنجان الطويل ده الناس اللي هتقول ان هو الافضل في ان هو يتخلل يعني ماشي، بس هو ده الموجود دلوقتي، فاحنا بنعمل طبق جنب الفطار. هنعمل له بقى فص توم وقرن فلفل وحبة حبشتكنات كده يطعموه يعني. طبعا هنا هنعمل التمليحة بتاع السمك. هحط ليمونة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. عندك توم ناشف حطي، عندك توم اخضر حطي. طبعا انا هحط فصين 3 توم ناشف، وهحط يعني هي مش راس كاملة توم اخضر. وعندك عود كزبرة ماشي، قرن فلفل برضو، بهارات سمك، حبة كمون. شوية الحاجات اللي لازم يتحطوا على السمك دول ونجهزهم بقى. بتمنى دايما ان فيديوهاتي تعجبكم يا حبايب قلبي، وما ننساش الملح كمان، نسينا نقول الملح. طبعا هنضربهم كويس جدا او هنفرمهم كويس جدا في الخلاط. انا حاطه عليهم حوالي تقريبا نص كوبايه ميه، عشان ايه يمشوا في الخلاط يعني السكينه تمشي فيه. وكمان عادي يعني في ناس بتعصر عليهم ليمون وترش عليهم التوابل اللي هي المفروض تترش وبس. بس انا بعمل كده في البوري او القمرة او على حسب يعني. زي ما انتوا شايفين ده التوم الاخضر اللي انا بعمله ده. فكل واحد وراحته، انت مش حابة تملحيه بالطريقة دي ملحيه بالطريقة اللي تعجبك. انا زي ما قلتلكوا بشارككوا يومي وبشارككوا فيديوهات، وبتمنى ان هي تعجبكوا، وبتمنى دايما دايما يا رب ان انا اكون عند حسن ظنكم. هروح افرمهم يا حبايب قلبي وهرجع لكم تاني. هنا خلاص يعني زي ما انتوا عارفين كده تقريبا كانت الساعة 5، يعني فاضل ساعة عن المغرب. المغرب بيدن 6 و7 دقايق او 6 و10 يعني عموما. طبعا كان هنا الساعة 5. على ما نجهز شوية الحاجات التانية ان احنا المفروض نعملهم، المغرب بيتأذن واحنا قدام الفرن والله. بس الحمد لله يعني ان هي بالظبط يعني الميعاد بالظبط على طول. طبعا هنا خلاص انا هخلص البطاطس يعني ما عادش فاضل فيها غير حاجات بسيطة يعني. زي ما هتشوفوا دلوقتي يا حبايبي هوريلكوا كل حاجة. ربنا يا رب يحققلكوا كل اللي بتتمنوه، وربنا يجعل ايامكم كلها فرح وهنا وسعادة يا رب. دي اخر حاجة في البطاطس يا حبايب قلبي. هنطلعها وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه. ربنا يعين كل واحد على حاله، وربنا يقوي كل واحد على اللي هو فيه. وربنا يا رب يعين كل واحد على اللي هو بيعمله. وربنا يديم الخير ويديم المحبة بين الناس يا رب، اللهم امين. انا هديت النار خالص عشان اطلعها بقى، لاني شايفة ان هي بقت خلاص تمام. فاضل فيها حاجة بسيطة يعني ان مثلا 3 4 حبات كده المفروض يفضلوا. فهنطلع اللي استوت او اللي احمرت بمعنى اصح ونسيب التانيين يعني. وزي ما انتوا شايفين الرز ورا كده انا هديت عليه النار عشان هو خلاص بقى تمام ما عادش عاوز حاجة. هنطلع البطاطس وهنحط الفلفل والبرنجان. اي حاجة عندك عاوزة تعمليها، مش حابة تعملي اصلا فلفل وبرنجان عادي، والسمك يعني مع الرز بيبقى تمام. حبة سلطة بقى وشوية الحاجات الحلوين دول. ماشية معاكم الفيديو خطوة بخطوة. الفيديو كويس يعني وهيعجبكم. وان شاء الله ان شاء الله هنعمل فيديوهات احلى وحاجات اجمل ان شاء الله الفترة الجاية. بتمنى ان فيديوهاتي يا رب تعجبكم دايما كده. ان شاء الله اللي جاي خير باذن الله. بتمنى ان دايما اكون كده عند حسن ظنكم، او ان فيديوهاتي يعني نوعا ما بتعجب. كل حاجة فيها الكويس وفيها الوحش، فيها الحلو وفيها اللي ما بيعجبش الناس، فيها اللي بيعجب الناس، فيها تناقض، فيها تساوي. كل حاجة فيها كده وكده. زي ما انتوا شايفين هنا الرز خلاص نشف، فاحنا مهديين عليه بقى بيتردد انه 10 دقايق كده، وبنطفي عليه النار.
وهنا البطاطس استوت او احمرت بمعنى اصح. الزيت ده كتير على الفلفل والبرنجان، فاحنا هننقصه شوية وبعدين نرجع نحط الطاسة ونحط فيها الفلفل والبرنجان، لان الزيت اصلا بعد الفلفل والبرنجان انا ما بستعملوش تاني، انما عادي ممكن استعمله بعد البطاطس. عشان كده بقولكوا هنقلل الزيت شوية، لو احتاجناه نزوده بس احنا ما بنحتاجوش عموما يعني. البرنجان الطويل ده ما بياخدش زيت كتير، والفلفل برضو بيحمر على اقل زيت. احنا في ايام اقتصادية يا جماعة، في ايام ايه اقتصادية، لازم نراعي كده ايه شعور بعض. حتى لو مش انت اللي بتجيبي الحاجة، سواء جوزك بيجيبها لك، حماتك بتجيبلك، لازم برضو تحافظي على الحاجة وتخافي عليها، عشان برضو ربنا يكرمك في عيالك ويحققلك كل اللي بتتمنيه، وهتعملي الخير هيتردلك بالخير. طبعا انا هعلي عليها بس دقيقة واحدة، وبعدين هبتدي هدي النار واغطيها بغطا زي ما هتشوفوا دلوقتي قدامكم كده. كل حاجة قدامكم واحدة بواحدة اهيت، اظن مفيش اوضح من كده ولا احلى من كده. إيه، في الدقيقة الصغيرة دي هنعمل فيها السلطة، وبعدين هنحطها في اطباق وقت الاكل يعني او وقت الفطار. إيه، هنعمل بقى طماطم، اعملي خيار، اعملي فلفل. انا كان في الوقت ده عندي خيار وطماطم وفلفل وعود جرجير. بحب السلطة جدا بالشبت والكزبرة، والكزبرة بتديلها نكهة حلوة، بس في الوقت ده ما كانش فيه. انا كنت قايلة لماما وهي جاية ان لو هي لقت تجي فهي هتجيب، بس بعد لما نخلص السلطة خالص ونغطي عليها هنقوم حاطينهم برضه. بحرق لكم المفاجآت اول باول، بس بتمنى ان انتوا تكملوا الفيديو للنهاية. زي ما انتوا شايفين كده، اعملي الطماطم الصغيرة على قد ما تقدر، صغريها على قد ما تقدر، عشان السلطة بالذات كل ما كانت صغيرة او ناعمة فاللي في البيت بيحبها. زي ما تشوفوا والله انا بحاول اصغر على قد لما اهم حاجة طبق السلطة ده في الفطار، يعني قبل الفطار كده، سواء عاملين بقى سمك، سواء لحمة، سواء فراخ، سواء بط، اي حاجة لازم الطبق السلطة لازم عنه. كنت مصورة فيديو العصير بس مش عارفة هو راح فين، فالحمد لله يعني انا كنت عاملة عصير مانجا. فانا مش عارفة بقى هي اللقطة دي او التليفون مصورش ايه او ايه، لان انا بفضل اصور بالتليفون وقت طويل، مش النص ساعة بس اللي انتوا شايفينها في التليفون دي. انا ممكن اكون قعدت اصور اصلا ساعتين وتلخصلكوا في نص ساعة. عشان كده بقولكم مش بتمنى منكم غير الحب والتقدير. يا ريت لو وصلتوا هنا يا حبايب قلبي فضلا وليس امرا تدخلوا تعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله. وبعدين بقى زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل الطماطم واحدة بواحدة. انا والله يا جماعة اليومين دول فاصلة بجد، يعني لو اتلخبطت في كلمة بقى فسوري معلش. كويس جدا لما يكون ولادك بيحبوا السلطة دي، يبقى حاجة احلى واحلى كمان. تحط لهم فيها انت بقى كل حاجة، وبعدين هما يعني هياكلوا بقى لان هما بيحبوا السلطة. انا في الايام العادية طبعا لما يكون شوربة وفراخ وكده طبعا ما بعملش السلطة دي كلها، بس هو لانه سمك فلازم يكون جنبه سلطة، فاحنا هنعمل في الحلة الصغيرة دي وانتوا. وبعدين اللي عاوز بقى بيحط في الاطباق زي ما هو عايز، اقصد انتوا يعني بقى، يعني انا قصدي انه في اي مكان. حتى لو انت عندك في البيت ممكن تحطي، وبعدين في وقت الفطار تحطيها على الاطباق تقدميها عادي. لكن في البيت كده ما ينفعش. ما ينفعش ان تعملي في طبق كبير وتحطيه وخلاص، لا لازم تعملي في حاجة وتقدميها في اطباق.
زي ما انتوا شايفين خلاص. انا هنا بقى هجيب الخيار وهحطه زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. انا هنا حاطه جرجير، حاطه فلفل، حاطه طماطم، حاطه خيار. هنحط شبت وكزبره بس 5 كده، تكاية تركة صغيرة بس على ما ماما تيجي من بره وهتشوفوا. نحط لها شوية التوابل اللي المفروض يتحطوا، بنقلبها كويس ونغطي عليها ونسيب. نشوف هنعمل ايه بقى، ايه اللي ورانا تاني هنعمله. تعالوا بينا كده هقولكوا بقى. الليمون اللي انا كنت مخللاه روعة، قمة الروعة وقمة الجمال. كمان الزيتون اللي انا كنت مخللاه معاكم في فيديو سابق، قمة الجمال وقمة الروعة. هوريهولكوا دلوقتي، بس الصبر بقى، الصبر كده معايا لنهاية الفيديو واحدة واحدة. لسه احنا يا جماعة مشواناش السمك لسه، الصبر والروقان بقى. طبعا انا هنا بطلع البرنجان زي ما انتوا شايفين، خلاص طلعته، وكمان طلعت الفلفل. انما القرنين الفلفل الصغيرين اللي هما 1 شطة و1 فلفل اخضر دول، هدقهم في الهون عشان احطهم على البرنجان. انا خلاص دقيتهم وحطيتهم، وهنا خلاص كان الشبت برضو والكزبرة جه. وبعدين بقى هحطهم على زي ما انتوا شايفين كده، ازودهم بقى على الطماطم واقلبها في بعضها. السلطة لما يكون عليها شبت وكزبرة، لو هي طماطم بس سوري معذرة يا جماعة. لو هي طماطم بس وحطينا عليها شبت وكزبرة بتتاكل، بتكون جميلة. انا بحب اكلها يعني كده اصلا. زي ما انتوا شايفين كده، يعني انتي خلاص كانت جت وقالت ان هي هتعمل الفرن، قالت لي خلاص خليكي ولا هعمل. انا بعمل لكم مونتاج الساعة كام يا جماعة؟ الساعة تقريبا 1 او 2 يعني خلاص. قايمين نجهز السحور بقى. كل سنة وانتم طيبين، تنعاد عليكم الأيام بالخير يا رب، اللهم آمين. زي ما انتم شايفين كده هي بتولع، بس مش عارفة الورقة مش بتعاندها ليه الورقة ده؟ تبقى انت والزمن يا دي الورقة. فهي بقى بتعمل زي ما انتم شايفين كده. هي خلاص قالت لي بقى خلاص خليكي ارتاحي، انت واقفة بقالك فترة يعني عملت حاجات تانية، فهي بتقولي خليكي وانا هشوي انا. فقلت لها شكرا يعني بجد، كتر خيرها. يعني هي مش مجبورة، ان هي جاية اصلا من بره تعبانة وكده، ان هي تقول لي انا اقعد واشويه. لا عادي، هي لو كانت قعدت برضه انا كنت هشويه. فهي كتر خيرها كتر خيرها، وهي تشكر جدا على ان هي بتساعدني انا. ربنا يعلم انا نفسي افرحهم قد ايه، واقدم لهم السعادة دي على طبق، يعني اقدم لهم السعادة على طبق كده زي ما بنقدم الاكل اللي احنا بناكله. زي ما انتوا شايفين هي هنا بس عاوزة تسخن الفرن كويس. عشان ايه؟ هو طالما الفرن سخن يعني الدنيا بقت تمام. هي بتجهز المطرحة لان هو خلاص الفرن هيسخن، فهي بقى بتجهز له المطرح. كل ما الحاجة تكون جاهزة، يعني هي جاية لقياني غاسلة السمك، عاملة التمليحة، مجهزة الردة، يعني يدوب الفرن يولع وهي تشوي. فكل ما تكون انت مجهزة الحاجة، كل ما بتنجزي، كل ما بيكون احسن وافضل ليك. صح ولا انا غلطانة؟ وايه رأيكم في الكلام ده بصراحة في تعليق تحت هنا. طبعا عاوزة اقول لكم ان هنا خلاص كان فاضل نص ساعة او اقل عن المغرب. الفرن خلاص هيسخن اهو، وهي هترص السمك على المطرحة وهتشويه، والدنيا هتبقى تمام 100 فل و10. ربنا يديها الصحة يا رب، ويبارك فيها ويخليها، اللهم امين. طبعا هي هنا قماشة مبلولة مية، عاوزة الاول تمسح الفرن. هترص السمك، وانا مش مخدتش بالي، بس هي بتمسحه قبل اي حاجة. لو هتولعه بس وهتحط رز، والرز بيبقى في الصينية وكل حاجة، لازم هي بتمسح الفرن.
آه، النظافة حاجة حلوة، والنظافة من الإيمان. أصل احنا اللي بناكل الحاجة، فلازم نكون عاملينها بتقنية حلوة، بنظافة أحلى، لأن انت اللي بتاكليها، عيالك اللي بياكلوها. فاعملي الخير عشان تلاقي الخير. اعملوا الخير تجدوه يا جماعة. احنا في أيام الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ربنا يعديها يا رب على خير، ويعديها بالستر، اللهم آمين. هي هنا بس لسه ايه، عاوزة تتأكد ان الفرن بقى تمام خالص. هتختبره اهيت بالقماشة دي اللي هي فيها المية، وبعدين هتنزل بالسمك في قلب، زي ما تشوفوا قدام حضراتكم دلوقتي كده. انا هنا خلاص هقعد جنبها بقى عشان هي تطلع السمك، وانا اخده املحه يعني. ربنا يعين كل واحد على حاله يا جماعة، ربنا يعينها يا رب وادها الصحة والعافية، اللهم امين. ربنا يبارك في امهاتنا جميعا ويخليهم لنا وما يحرمناش منهم، اللهم امين. زي ما انتم شايفين هي هنا خلاص اختبرته بالقماشة اللي مبلولة مية. هتاخد السمك دلوقتي حالا وهتحطه في الفرن. وقلت اقول لها خليك يا ماما، فهي صممت قالت لا انت كتر خيرك، فذوقيا منها. بجد هي تستاهل كل خير يعني. هي مش مخلياني احس باي حاجة، ولا ان في فرق، ولا اي حاجة من الكلام ده. ان هو انت في بيت اهلك، اعملي اللي انت عاوزاه، قولي اللي انت عاوزاه عادي. فربنا يا رب يديم المحبة ويديم الخير. كل سنة وانتم طيبين، ويا ريت لو وصلتوا لحد هنا متنسونيش في لايك وشير لأميات ندح. هي هنا بس كانت بتحكي لها على حاجة، على موقف يعني حصل وكده. آه بس مش فاكرة ايه هو بصراحة، بس هي كانت بتحكي لها على موقف ما حصل يعني في اليوم ده اللي احنا بنصور فيه. لان انا بصور لكم الفيديو مثلا النهاردة، واعمل لكم مونتاج بكرة. اصور الاثنين وانزل الفيديو التلات، اصور التلات وانزله الاربع. فانتوا بقى ايه، وظروفكم كده. ايام ممكن اصور 3 4 فيديوهات واقعدوا على التليفون بالشهر وما انزلهمش، بتبقى قلة فضاء او حد من العيال تعبان او مشغولة في اي حاجة. فربنا يسترها الفترة اللي جاية، والحمد لله. ادي ايس اللي جاي جنبي اهي، وريان من الناحية التانية برضو عاوز يبص. ربنا يهديهم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده هي حطت السمك، وطبعا طبعا الفرن سخن جدا، فهي ايه، هيحمر على طول وهيستوي وهياخد لون وهيبقى جميل من بره وجميل من جوه كمان. انتظروا مني فيديوهات كويسة جدا ان شاء الله في شهر رمضان، وصفات كتير وحلوة. انتظروا مني ان شاء الله اللي جاي واللي جاي كل خير بإذن الله. طبعا الناس اللي وصلت لحد هنا في الفيديو اللي هتقولي انتوا لسه ليه يا ندى ما غيرتيش الحامل اللي بتحط عليه، فاقول لكم انا عارف ان ربنا لسه ما امرش، وان شاء الله هنغيره يعني. الفكره في دماغنا، بس احنا قلنا الواحد واثنين وثلاثه من اللي هم بعدهم من هنا. الناس دول قالوا لنا ان هم هيجيبوا لنا يعني. احنا ممكن نهده عادي، بس الفكره ان احنا سايبينه لحد لما نجيب له الحامل ده يبقى موجود، نهده ونعمله على طول ونبنيه تاني. بس هو الوقت شغال، نهده ليه واحنا لسه ما جبلناش الحامل؟ ما جبناهوش يعني. السمك خلاص هيبتدي يطلع، وايسل جت لان ايسل بتحب السمك جدا زي ما انتوا شايفين كده. فهي جاية عشان هي بتحب السمك. مش عارفة والله هعمل معايا. قلت لها يا بنتي ادخلي، مفيش فايدة. تدخل تبعت لك، وربنا يهديهم يا رب ويبارك فيهم، اللهم امين. ويهدلكوا ولادكم ويبارك فيهم، اللهم امين. طبعا خلاص بقى احنا بقينا في اخر الفيديو دلوقتي. الفيديو خلاص يعني ايه، هنوريكم بقى الحاجات اللي احنا عملناها النهاردة. هوريكم الليمون المخلل اللي انا عاملاه، والزيتون المخلل اللي انا عاملاه. بتمنى يا رب ان هو يعجبكم، وبتمنى دايما دايما كده ان انا اكون عند حسن ظنكم، وبتمنى كل فيديوهاتي تعجبكم يا رب، اللهم امين يا رب اكون عند حسن ظنكم. هي طبعا بتحط قش عشان تحمره.
بس هي خلاص بتطلعه على طول لان الفرن سخن، يعني سخن بمعنى الكلمة جدا. ان شاء الله نعمل حاجة جديدة، وفي برضو في الفرن البلدي زي ما انتوا شايفين. دي التمليحة اللي احنا عملناها، ودي الطبق اللي احنا هنطلع عليه السمك دلوقتي. هي خلاص خلصته هنا، شو ريان جاي كمان برضو بيلعبها يعني. هي خلاص خلصته هنا، هي هتجيبه بس يعني ايه، يدوب هيتملح وبعدين هنروح بقى نغرف ونشوف هنعمل ايه. خلاص بقينا في نهاية الفيديو. بتمنى ان فيديوهاتي تعجبكم، بتمنى دايما ان انا اكون عند حسن ظنكم. زي ما انتوا شايفين كده اديني بملحه اهو. معلش لو طولت عليكم، بس بحاول ان انا اسرع في الفيديو على قد لما اقدر. بس حرفيا انا مش هعرف اسرعه اكتر من كده. بتمنى دايما ان انا اكون خفيفة على قلوبكم يعني، وان شاء الله خير. هي هنا عاوزة المطرحة عشان في لسه سمك تاني، تقريبا سمكتين يعني. فاحنا هنا خلاص هنطلعهم، وبعدين تعالوا بينا بقى نغرف ونشوف احنا هنعمل ايه. هنجيبهم ونروح يعني. وهنا كان المغرب خلاص أذنت، زي ما انتم شايفين واضح من الصورة يعني انه خلاص الدنيا غيمت. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. ده السمك بتاعنا، وكمان بقى اي حاجة انت عاوزة تحطيها حطيها يعني. ده البطاطس والحاجات اللي احنا قليناها من شوية او اللي احنا حمرناها يعني. وزي ما انتم شايفين حطينا السلطة في طبق كده على الطبق اللي احنا هنحطه. والخضرة بقى اللي متاحة عندك ده كان جرجير وجنبه عود كزبرة كده. وده الرز والليمون والزيتون زي ما قلتلكوا، زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى كل الفيديوهات تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.